السلام عليكم. بتدور أحداث معركة مرج ضابق بالقرب من حلب بين المماليك بقيادة السلطان قنصوة الغوري والعثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول. وفي 27 رجب 922 هجري هاجم الجيش العثماني المماليك، ونزل السلطان قنصوة الغوري ينظم جيشه ويرتب الصفوف بنفسه، وبتدور معركة شرسة بين الجيشين، وبعد ساعة بس من بدايتها بتميل الكفة لصالح المماليك، وكانوا على وشك إنهم يهزموا العثمانيين، لدرجة إن سليم الأول كان هيستسلم ويطلب الأمان. بس للأسف مكر السلطان قنصوة بفرقة القرانصة، وأمر مماليكه ان محدش فيهم يحارب ويسيب القرانصه اللي هم المماليك القدامى يحاربوا لوحدهم. فلما عرفوا كده كان الطبيعي ان تضعف عزيمتهم، ودي كانت اول اسباب الهزيمه. وتاني حاجه كانت المدافع اللي اطلقها العثمانيين على المماليك، واللي كان العثمانيين استحدثوها في جيشهم، على عكس قنصوة اللي كان كل اهتمامه بالمنشآت المعماريه. وتالت سبب هو خيانه الامير خير بك اللي كان قائد الميسره في الجيش المملوكي، والامير جنبرد الغزالي اللي كان قائد الميمنه، وانضمامهم للسلطان سليم الاول، واشاعوا خبر ان السلطان قنصوة الغوري مات، فضعف الجيش وضعف